بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هاقول لكم على الهاك التاني، السر التاني اللي تقدر تستخدمه مع عقلك عشان تقدر توصل أعلى إمكانيات فيه، عشان تقدر تستغل عقلك لمصلحتك يعني. هي الفكرة كلها إن إحنا عايزين نستخدم الطريقة اللي ربنا قال لنا عليها في القرآن: يعقلون، يتفكرون، يوقنون. دي الطريقة بتاعة التفكير اللي ربنا عايزنا نستخدم عقلنا بيها عشان نوصل للصح في كل حاجة. حلو. بس عشان أنا أقدر أستخدم الطريقة اللي ربنا ذكرها في سورة الرعد دي، لازم أمرّن عقلي، لازم أمرّنه إيه، لازم أسخّنه يعني أعمل له warm up يعني، ما ينفعش ما فيش لعيب كورة بينزل يلعب ماتش من غير ما يسخّن، هييجي له شد عضلي، تلاقيه مثلًا 20 دقيقة وخارج، ليه؟ في الخلفية حصل له حاجة، ليه؟ عشان هو ما سخّنش. برضه عقلك لازم أنت تعمل له warm up. أوكي؟ فالhack التاني اللي أنت تقدر تستخدمه بقى إدارة الأفكار. الإنسان بيتفاعل مع 3000 ل5000 فكرة في اليوم تقريبًا، والأفكار دي هي أصوات. أنا بالنسبة لي باشوف الأفكار هي أصوات، لإن أنت بتسمعها، بتسمعها من جوّه، يعني هي بتبقى طالعة من جوّه. حلو؟ طبعًا الإنسان لو مثلًا الإنسان نفسيته مش مضبوطة، متضايق، متوتر، قلقان، مضغوط، الأفكار دي بتبقى تقيلة جدًا عليه وممكن تعمل له مشاكل كبيرة. وتبدأ تسوقه، لإن هي الأصوات دي عبارة عن إيه، صوت بيسلّم صوت، صوت بيسلّم صوت، فتحس إنها chain سلسلة كده، وبتجرجر الإنسان وراها، بيبقى العقل بيجرجر صاحبه. أوكي؟ وتقدر تشوفها في ناس مثلًا اللي ما بيعرفوش يتحكموا مثلًا في عقلهم، بيبقوا دايمًا على الauto pilot لإن هو مشغول في أفكار. آآ يعني مثلًا حد ماشي في الشارع قاعد الشارع فاضي وهو قاعد ما بيسيبش الكلاكس، هو لو ركّز شوية مش هيزمّر، يعني ما فيش كلاكس، ما فيش حد حواليك، بس هو ما فيش، مش واعي. أوكي؟ حد قاعد على الموبايل بيتفرّج على فيديو، بس صباعه عايز يسكرول، عايز يمشّي الفيديو، هو مش عارف يمسك صباعه، مع إن هو لو ركّز هو مثلًا ممكن يبقى شايف فيديو بيفيده، بس هو لا إرادي. ليه؟ العقل هو اللي متحكّم فيه. واحد ييجي يقعد معايا مثلًا وأقول له: "مالك؟" شكله مش مضبوط، يقول لي: "متضايق أوي." أقول له: "في حاجة ضايقتك دلوقتي؟" أنا قاصد أقول له: "في حاجة ضايقتك دلوقتي؟" يقول لي: "لا، لأ، بس أصل الأسبوع اللي فات." بُص هو فين؟ في الأسبوع اللي فات. بُص عقله مقعّده فين؟ في الأسبوع اللي فات، مع إن هو المفروض يبقى في الحاضر. طيب إيه بقى الروشتة اللي أنت ممكن تستخدمها عشان تعالج الموضوع ده وتعرف تدير أفكارك؟ أول حاجة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الدوشة كلّها هنا في الصدر، الذي يوسوس في صدور الناس. خناقة هو بيتخانق على الحتّة دي، الشيطان بيتخانق على الحتّة دي. ربنا بيقول: "وإذا حُصِّل ما في الصدور." هنا برضه، مش معنى إن أنت بتسمع الصوت هنا يبقى الأفكار جاية من حتّة غير دي، مش جاية من مخّك، هي جاية من هنا. أوكي؟ فألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني ذكر ربنا بيعمل إيه؟ بيعمل تطمين، يعني بيهدّيك، بيrelax you، بيخلّيك تهدى كده. أوكي؟ لو أنت عندك يقين، فتعمل إيه؟ تذكر ربنا، تتكلم مع ربنا. تخيل الأصوات اللي جواك دي شوية فتوات كده وعاملين خناقة، لمّا ربنا يخش هيعملوا إيه؟ هيجروا، هيخافوا طبعًا، هو حد يقدر يقعد وملك الملوك موجود؟ ما ينفعش، العلي القدير. تاني حاجة التسليم. إن أنت تسلِّم أمرك، ما ينفعش تبقى حزنان على حاجة في الماضي أو قلقان من حاجة في المستقبل وتقول إن أنت أصل أنا مسلِّم أمري لله. إزاي مسلِّم أمرك لله؟ مسلِّم أمرك لله يعني أنت واعي للحاضر بتاعك عشان مستني الامتحان اللي ربنا هيمتحنه لك دلوقتي عشان تعمل فيه أحسن ما عندك. الآية بتقول: "بلى من أسلم وجهه لله." ساب إيده دلوقتي لله. أوكي؟ يعني you need to be focused، واعي وصاحي، وهو محسن. محسن لنفسك، احسن لنفسك، اعمل إحسان لنفسك. يبقى خلّي الآية دي افتكرها على طول: بلى من أسلم وجهه لله وحده.
وهو محسن. لو أفكار قاعدة تاخدك وتوديك، تعرف إن أنت خرجت برّه نطاق التسليم. ده بالنسبة لي، بالنسبة لي أنا باشاركك تجربتي. تالت حاجة تعملها القرآن فيه شفاء لما في الصدور. اعتبر الآيات دي أفكار بتبدِّل بيها الأفكار اللي جواك، أوكي؟ فتدخّل الآية، ما ينفعش بقى حاجة سلبية تقعد مع كلام لو كلام ربنا جواك ما ينفعش حاجة سلبية تقعد مش هتقعد إزاي يعني؟ ما ينفعش. ف فأنت بتعمل تبديل للأفكار اللي هي بتاعة الماضي والمستقبل، اللي هي خلاص بقت أي كلام، لإن هي أصلًا مش موجودة، وبتدخّل كلام ربنا جوّه، فمع التكرار بتصبح دي أفكارك، أوكي؟ دي 3 حاجات أنت ممكن تستخدمها، أوكي، عن طريق ربنا مباشرةً، هي اللي هتساعدك، لإن أنت مش هتعرف تسيطر على أفكارك من غير وجود ربنا معاك. انسى، ما فيش، انسى، ما فيش يعني. ده عن تجربة يعني. فشوف الطريقة دي، بس حاول تستخدمها، واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي إن شاء الله، مع السر التالت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.